السلام عليكم. العالم شاف حروب كتير جدا عبر التاريخ، وكل حرب كان ليها أسبابها، زي السيطرة على الأراضي أو الصراع على السلطة أو حتى الاختلافات الدينية. لكن تخيل معايا إن في حروب قامت لأسباب أغرب من الخيال، حاجات تبان تافهة جدا وتحس إنها مش مستاهلة حتى خناقة بين شخصين، لكنها انتهت بحروب وراح ضحيتها آلاف البشر. أنا أحمد حفني، ولو لسه جديد ما تنساش تعمل لايك واشتراك عشان توصلك فيديوهاتنا باستمرار. تخيل إنك خارج مع أصحابك وفجأة واحد منهم يسرق دلو خشب من قدام بيتكم. هتزعل ممكن، لكن مستحيل تعمل حرب عشانه. لكن الموضوع في إيطاليا كان مختلف شوية. سنة 1325 كان في حرب بين مدينة مودينا وبولونيا في إيطاليا. الحرب سببها إن شوية جنود من مودينا دخلوا بولونيا وسرقوا دلو خشب من بئر في المدينة. أهالي بولونيا اعتبروا ده إهانة لشرفهم وقرروا يعلنوا الحرب على مودينا. الموضوع اللي بدأ كأنه مقلب سخيف اتحول لحرب استمرت 12 سنة واتقتل فيها آلاف الأشخاص. وفي النهاية مودينا قدرت تهزم بولونيا في الحرب، ومش بس كده، لكن كمان الدلو المسروق لسه موجود عندهم لحد النهارده في متحف مودينا كأنه تذكار للحرب. الحرب اللي بدأت بسبب حاجة تمنها يكاد يكون معدوم. حرب بين دولتين كبار زي أمريكا وبريطانيا أكيد سببها لازم يكون حاجة مهمة، لكن الغريب إن الحرب دي بدأت بسبب خنزير. القصة حصلت سنة 1859 في جزيرة بين كندا اللي كانت تحت الحكم البريطاني وقتها، وأمريكا اللي فيها مستوطنين من البلدين. في يوم من الأيام مزارع أمريكي كان عنده مزرعة شاف خنزير بريطاني دخل مزرعته وبدأ ياكل من المحصول بتاعه. الراجل اتعصب جدا، وبدل ما يطرده أو يمشيه قرر إنه يقتله. ولما صاحب الخنزير البريطاني عرف زعل جدا وطلب تعويض، لكن المزارع رفض. المشكلة كبرت جدا، والجيش الأمريكي والبريطاني بدأوا يفصلوا قواتهم ويستعدوا للحرب. بريطانيا بعتت 2000 جندي وأمريكا حشدت 500 في المقابل، وكلهم كانوا مستنيين إشارة الحرب. لكن في آخر لحظة الموضوع اتمسك قبل ما يحصل أي قتال، وانتهت الحرب بدون أي طلقة رصاص. الحرب دي بعد كده اتسمت بحرب الخنزير لأنه كان الضحية الوحيدة فيها. كرة القدم رياضة فيها شغف وأوقات بتعمل مشاكل كتير بين الجماهير، لكن تخيل معايا إن بسبب ماتش كورة حصلت حرب كاملة بين بلدين. في 1969 كانت السلفادور وهندوراس بيلعبوا في تصفيات كأس العالم، والمباريات بينهم كانت مشحونة جدا. وفي ماتش الذهاب هندوراس كسبت، لكن في ماتش الإياب السلفادور فازت. الموضوع بدأ كأنه مجرد منافسة كروية، لكن الجماهير من الناحيتين بدأوا يتخانقوا والاعتداءات زادت جدا، وبدأت تحصل مظاهرات وأعمال عنف كتير في الشوارع. وفي النهاية حكومة السلفادور قررت تحل المشكلة بطريقة غريبة جدا. أعلنت الحرب على هندوراس. الحرب استمرت لمدة 4 أيام ومات فيها حوالي 3000 شخص قبل ما المجتمع الدولي يتدخل ويوقفها. وفي الآخر الحرب اللي بدأت بسبب ماتش كورة انتهت بدون أي منتصر. عارف لما تروح تاخد حاجة من عند جارك وفجأة الموضوع يكبر ويقلب بخناقة؟ طب تخيل إن الموضوع ده يقلب بحرب بين بلدين. في 1925 كان في توتر بين اليونان وبلغاريا بسبب الحدود، لكن الأوضاع كانت هادية لحد ما حصل موقف غريب جدا. جندي يوناني كان عنده كلب بيجري عند الحدود، والكلب جري ناحية حدود بلغاريا. فالجندي جري وراه عشان يمسكه، لكنه أول ما دخل الحدود اتقتل. اليونان اعتبرت إن ده عمل عدواني متعمد، وبدل ما تطلب اعتذار أو تعويض أعلنت الحرب على بلغاريا. اليونان غزت حدود بلغاريا، والمعارك استمرت حوالي 10 أيام واتقتل فيها مئات الأشخاص، لحد ما عصبة الأمم اللي هي الأمم المتحدة دلوقتي اتدخلت وأجبرت اليونان إنها تنسحب وتعوض بلغاريا. تخيل تحصل حرب بسبب أذن. الموضوع بدأ في 1731 لما كان في بحار بريطاني بيبحر في منطقة تحت الحكم الأسباني. الأسبان مسكوه بتهمة التهريب، وقائدهم قرر يعاقبه بطريقة غريبة جدا. قطع ودنه. بعد الحادثة ب8 سنين البحار راح البرلمان البريطاني ووراهم ودنه المقطوعة في برطمان، وقال لهم إن أسبانيا أهانت بريطانيا كلها. السياسيين في بريطانيا اتحمسوا جدا وقرروا يحاربوا أسبانيا بسبب ودن البحار. الحرب استمرت 9 سنين كاملة واتقتل فيها آلاف الأشخاص، واتدمرت كمان أساطيل بحرية كاملة، وكل ده بسبب ودن البحار. زمان كان في حلواني فرنسي عايش في المكسيك وكان بيبيع الحلويات للناس. لكن في يوم من الأيام مجموعة من الجنود المكسيكيين دخلوا محل وسرقوا الحلويات وكسروا المحل كمان. الراجل راح يشتكى لحكومة المكسيك، لكنها طنشته فقرر إنه يشتكي الملك فرنسا. الملك خد الموضوع بجدية جدا وطلب من المكسيك تعوض الراجل، لكن المكسيك رفضت. الملك اعتبر الرفض ده إهانة لفرنسا وقرر يحارب المكسيك كلها بسبب محل الحلويات. فرنسا حصرت موانئ المكسيك وقصفوا العاصمة كمان، واضطر رئيس المكسيك في النهاية إنه يوافق عشان بس ينهي الحرب. في حروب بتستمر لسنين طويلة، لكن هل تتخيل إن في حرب استمرت 335 سنة؟ المشكلة إن ولا حد حارب فيها أصلا.
القصة بدأت في 1651 لما هولندا أعلنت الحرب على مجموعة من الجزر البريطانية، لكن بسبب إن الموضوع كان صغير ولا حد من الطرفين دخل في أي معركة فعلية. الموضوع فضل كده لحد سنة 1986 لما مؤرخ كان بيبحث في الوثائق القديمة واكتشف إن الحرب عمرها ما انتهت رسميا. في نفس السنة ممثل من الحكومة الهولندية راح بريطانيا وعملوا اتفاقية سلام بعد 335 سنة من الحرب اللي أساسا ما حصلش فيها أي قتال. في القرن ال 18 البرازيل كانت مستعمرة برتغالية وكان عندهم جبنة شهيرة جدا، لكن الحكومة البرتغالية فرضت ضرائب كتير على الجبنة وده خلى المزارعين يثوروا على الحكم البرتغالي. الموضوع بدأ كأنه احتجاج لكنه تحول بسرعة لمعارك حقيقية بين الجيش البرتغالي وبين المزارعين، والناس سموها حرب الجبنة لأنها كانت أول ثورة تحصل في التاريخ بسبب الأكل. حروب البشر ضد بعض شيء طبيعي، لكن إيه رأيك لو قلتلك إن أستراليا دخلت في حرب مع طيور النعام؟ في 1932 حصلت أزمة في أستراليا بسبب انتشار عشرات الآلاف من النعام في الأراضي الزراعية، وبدأت الطيور تدمر المحاصيل وتاكل الزرع بالكامل. الحكومة الأسترالية قررت إنها تحل المشكلة باستخدام الجيش والأسلحة الرشاشة. الجيش بدأ يضرب الطيور بالنار، لكن المفاجأة إن النعام كان سريع جدا وصعب صيده، ومع الوقت الجيش الأسترالي استسلم رسميا واعترف بفشل الحملة وكأن الطيور هي اللي انتصرت في الحرب. البصل حاجة عادية جدا، لكنه في القرن ال17 كان له أهمية كبيرة لدرجة إنه تسبب في حدوث حرب كاملة. القصة بدأت لما كانت البندقية اللي هي فينيسيا حاليا بتتاجر مع الإمبراطورية العثمانية، ووقتها كان البصل من أهم السلع اللي بيتم تبادلها بينهم. وفي سنة 1635 حصل خلاف على شحنة بصل مسروقة بين تجار من البندقية وأتراك عثمانيين. المشكلة كبرت جدا والدولة العثمانية فرضت ضرائب كتير على البصل، والبندقية اعتبرت ده خيانة تجارية. وقررت إنها تقطع العلاقات الدبلوماسية وأعلنت الحرب كمان. الحرب استمرت لشهور وكان في حصار بحري ومعارك بين السفن، وكل ده عشان البصل. وفي النهاية اتفق الطرفين على وقف القتال، لكن الحدث ده فضل واحد من أغرب الصراعات في التاريخ. وفي النهاية التاريخ مليان بحروب قامت لأسباب غريبة وتافهة جدا، لدرجة إنك ممكن تستغرب إزاي دول وحضارات كاملة دخلت في حروب عشان حاجات في نظرنا النهاردة ملهاش أي قيمة. وده بيثبت إن الإنسان أوقات كتير بياخد قرارات غير منطقية حتى لو النتيجة كانت كارثية. التاريخ بيعلمنا إن الحروب مش دايما بتحصل بسبب دوافع منطقية أو حتى مصالح حقيقية، لكن ساعات بتبدأ بسبب سوء فهم أو حتى حوادث عشوائية تماما. وده بيخلينا نسأل سؤال مهم: هل الحروب في المستقبل ممكن تحصل لأسباب تافهة زي دي، ولا البشر بقوا أذكى واتعلموا من الأخطاء اللي فاتت؟ إيه رأيكم في الحروب اللي اتكلمنا عنها؟ أي واحدة فيهم حسيت إنها الأغبى؟ وهل في المستقبل ممكن نتجنب النوع ده من الحروب، ولا ممكن التاريخ يعيد نفسه؟ أخيرا لو الحلقة عجبتك ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك وتفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا باستمرار، وما تنساش تقول لنا رأيك في التعليقات وتقول لنا حابب نتكلم عن إيه بعد كده. سلام.